عصور ما قبل التاريخ، وقت ما بيكون في عيلة واحدة بس هي اللي على قيد الحياة، لحد ما في يوم من الأيام وأثناء ما هم نايمين بتكتشف بنتهم حاجة بتغير حياتهم كلها. بس الأول ما تنساش تدعمنا بلايك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وبيبدأ فيلمنا مع البنت إيب وعيلتها، واللي بتكون اسمها عيلة دلاكرودز، واللي بتتكون من خليط من الرجالة والستات، واللي بيكونوا هم الأحياء الوحيدين اللي موجودين على الأرض بعد ما كلهم ماتوا وبأسباب مختلفة. واللي خلى عيلة الكرودز عايشين لحد دلوقتي هي قوة أبوهم، ولكن أبوهم واللي اسمه جروج بيكون عنده قانون ثابت علشان يقدر يحافظ على حياة عيلته، وهو عدم التجديد. وفي معتقده إن أي حاجة جديدة هيعملوها أكيد هتكون خطر عليهم وهتأدي لأذيتهم، وعشان كده مش بيخرج من الكهف اللي عايش فيه هو وعيلته بالليل، ولا بيسمح لحد من اللي معاه إنه يخرج. ولكن وعلى الرغم من إنهم بيكونوا لسه في عصر الكهف، إلا إن في الوقت ده بيكون في اعتقاد منتشر إن الحياة على وشك الانتهاء. ولكن عيلة الكرودز طبعاً ما بيكونش وصل لها المعتقد ده بسبب عيشتهم لوحدهم على الكوكب، ومش بيكون موجود معاهم أي حد. وبنشوف في يوم الصبح بيخرج جروج من الكهف علشان يصدر أصوات عالية ويبعد الحيوانات والوحوش عنهم. وفي الوقت ده بنشوف إيب وهي نايمة زهقانة بسبب اللي أبوها بيعمله كل يوم، وبسبب خوفه الزايد عليها. وكمان بنشوف أختها الصغيرة ساندي، وجروج بينده عليها علشان تكون جنبه تحت عينيه. وبتكون أمهم ومرات جروج واللي اسمها أوجا ما بتكونش بنفس الخوف بتاع أبوهم، ولكن اللي بيكون خواف جدا هو الابن ثانك، واللي لما بيطلب منه جروج إنه يطلع لأنه مشى كل الوحوش بيكون خايف يطلع لحسن يكون اللي بيكلمه ده مش هو أبوه أساساً. وأخيراً وآخر فرد في العيلة واللي هي الجدة، واللي بتنده عليها بنتها أوجا ومش بترد، بتبان الفرحة على وش جروج، وواضح إنه مش بيحبها، وبيكون سعيد جداً لما بيلاقيها مش بترد. ولكنها بتخرج لهم بعد كده وبيتضايق جروج جداً. وبعد شوية وقت بتخرج العيلة علشان تصطاد أكل يومهم، وبيكون واضح عليهم الغباء الشديد وعدم استخدام مخهم تماماً. ولكنهم بعد معاناة بيقدروا يلاقوا حاجة ياكلوها. بس بعد ما بتلف على العيلة كلها وبتوصل للأب جروج مش بيتبقى له حاجة علشان ياكلها. وفي الأثناء دي بتغيب الشمس عن المكان، وعلى طول وبفزع بيلم جروج عيلته جوه الكهف قبل ما الضلمة تحل والوحوش والكائنات المفترسة تظهر. والكل بيدخل ما عدا إيب، اللي بتكون بتتسلق لحد ما بتسمع صوت عالي، فبتفضل ماشية ناحيته لحد ما بتتفاجئ بحيوان مفترس قدامها وبيكون عايز يهجم عليها. ولكن بيتدخل جروج وبياخد بنته لجوه الكهف بعيد عن الحيوان، وبيفضل يوبخها إنها ما دخلتش الكهف وراه أول ما قالها. ولما بيلاقي إنها مش عاجبها الكلام بيلم باقي العيلة حواليه، وبيفضل يحكي لهم عن مصير بنت ما كانتش بتسمع كلام عيلتها، وبيفهمهم إن فضول البنت دي خلاها للأسف تموت. وبيكون جروج قصد إنه يخوف إيب وباقي العيلة من إنهم يخالفوا القانون بتاعه. وبيجي الليل وبتكون العيلة نايمة، ولكن بيكون معروف عن إيب إنها بتحب الشمس ونورها جدا. وأثناء ما هم نايمين بيلفت نظرها ضوء ساطع جاي من ورا الصخرة اللي على الكهف، فبتشيلها لأنها بتكون فاكرة إن ده نور الشمس، ولكنه بيكون جسم غريب بيخرج نور. فبتخرج من الكهف وبتفضل ماشية وراه وبتشوف ظل شخص، فبيزداد فضولها وبتفضل ماشية لحد ما بتوصل لمصدر النور ده، واللي بتكون عبارة عن نار مولعة. ولكن وش إيب بيكون عليه ملامح الصدمة، لأن دي أول مرة تشوف فيها نار. وبتفضل تقرب منها ولكنها بتكون خايفة جدا إنها تلمسها. وهنا بنتفاجئ بخنزير واقف وراها، ولكننا لما بنبص كويس بنلاقيه شخص لابس لبس الخنزير. وأول ما بتشوفه إيب بتكون خايفة جدا، ولما بيكشف لها عن نفسه بيبان إنه إنسان عادي. وبتكون دي أول مرة لإيب تشوف فيها بشري تاني غير أفراد عيلتها. وفي نفس الوقت ده بيحس جروج بخروج بنته من الكهف، وبتكون إيب عايزة تتكلم مع النار وترحب بيها. ولكن جاي الإنسان الجديد اللي لسه ظاهر لها ده بيقول لها إن النار مش شيء حي وما تقدرش إنها تتكلم معاه. فهنا بتمسكه إيب بقوة كبيرة وبتطلب منه إنه يعمل لها شوية نار، ولكن من قوة المسكة بيغمى عليه. وبيكون مع جاي حيوان أليف بيقدر إنه يفوقه. ولما بيفوق جاي بيطلب منها تهرب معاه لأنه حاسس إن في شخص غريب جاي عليهم،
وهنا بيكلمها جاي عن دمار العالم ونهايته، واللي بيطلق عليه جاي اسم النهاية. وقبل ما يمشي بيسيب لها الأداة اللي بيطلع بيها الصوت العالي، وبيقول لها لو نجت تنفخ فيها وهتلاقيه. وبعد شوية بيلاقي جروج بنته، وتاني يوم الصبح بيتفاجئوا إن الأرض بتتشقق وكل حاجة حواليهم بتتدمر، حتى الكهف اللي بيكونوا عايشين فيه. بس بيتفاجئوا بعد كده بوجود عالم تاني خالص ورا الكهف ده، وكائنات غريبة غير اللي متعودين عليها، ولكن بيكون فيهم كائنات شرسة، وبتكون عيلة الكرودز خايفة منهم جدا، لحد ما بيظهر جاي وبيكون ماسك في إيده شعلة بيخوف بيها الكائنات دي. ولكن بعد ما بيشوف جروج بيعمل زي بنته بالظبط، وبيفضل يلح عليه إنه يعمل له نار دلوقتي. ولما بيخاف جاي من العيلة دي وبيكون عايز يهرب، بيمسكوا جروج وبيحطوا جوه جذع شجرة علشان ما يهربش. ولما بيسألوه عن تشققات الأرض دي بيقول لهم إن النهاية قربت، وإن المكان الوحيد اللي هيبقى آمن هو ورا البيت ده. وبيقعد جاي مع العيلة وبيعلمهم حاجات كتير، وبيكونوا مستغربين هو عارف الحاجات دي إزاي. وهنا جاي بيفاجئهم بحاجة غريبة في جسمهم، واللي هو المخ، واللي دي تبقى أول مرة يسمعوا عنه. وعلى الرغم من الاختراعات والاكتشافات اللي جاي بيوريها للكروز بتكون فايداهم جدا، إلا إن جروج بيكون متضايق منه لأنه عايز يغير حياتهم الآمنة والمعتادة اللي اتعودوا عليها. وكمان بيكون غيران على بنته إيب اللي بدأت بشكل ما تنجذب لجاي. ومن الحاجات اللي بيعملها جاي للعيلة دي هي الأحذية، واللي بتخليهم يقدروا يمشوا على أجسام شائكة موجودة على الأرض. ولكن من ساعتها ومش بتسمع إيب كلام جروج أبوها، واللي بيكون كله تحذيرات من إنها تلمس ده أو تقرب من ده بسبب خطورتهم، وبتسمع كلام جاي وبس. وفي رحلتهم للوصول للمكان الآمن اللي بيكون موجود ورا الجبل، بيجوا عند نقطة بيكون لازم العيلة كلها تتفرق عن بعضها. وهنا بيدي جاي كل واحد منهم أداة من اللي بيخرجوا صوت من اللي معاه، وبيقول لهم إنهم هيلاقوا بعض عن طريق الأدوات دي. ولما بيفترق ثانك عن باقي العيلة بيقابل كائن شكله مخيف جدا، وبيكون مفكره إنه هياكله بالذات لأنه خواف جدا. ولكنه بيلاحظ إن الكائن ده مجاش جنبه، وبيكون مسالم جدا، وبيكونوا هما الاتنين أصدقاء. وبتفضل العيلة كلها ماشية في المكان اللي بيكون عامل زي المتاهة ده لحد ما بيقدروا إنهم يوصلوا لبعض ويتجمعوا مرة تانية. ولكن بيفضل جروج عند موقفه من ناحية جاي، وبيفضل يتريق عليه، وبيلبس شعر مستعار ويفضل يقلده في كل حركاته، ويقول لهم إن هو كمان اكتشف اكتشاف مهم جدا. وبيكون غرض جروج من اللي بيعمله ده هو إنه يكره بنته في جاي. ولكن الكلام ده مش بيأثر على إيب تماما، وبتفضل زي ما هي معجبة بجاي. وبيكملوا طريقهم ناحية الجبل، وأثناء ما هم في البحر بيشوفوا عدد كبير جدا من الحيوانات بيهاجروا لهناك. وهنا بيتعصب جروج جدا لأنه في الأصل عاش طول عمره بيحاول يهرب بعيلته بعيد عن الحيوانات والكائنات المفترسة، وفي الآخر جاي جابهم هنا لحد عندهم. فبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض، وهنا هما الاتنين بيقعوا في مستنقع غريب جدا، وبيكونوا مش عارفين يخرجوا منه بسبب لزوجة المادة اللي بيكونوا واقعين فيها. وهنا بيبان الحزن على وش جاي، وبيقول لجروج إن مفيش حد قدر يخرج من المادة اللي هما فيها دي دلوقتي، وإن عيلته كلها ماتت بسبب المادة دي. وهنا بنشوف جروج لأول مرة بيتأثر بكلام جاي، وبيحاول إنه يشجع جاي إنه يفكر في حاجة. وفعلا بيقدر جاي إنه يستغل النمر العملاق اللي داخل عليهم، وبيستفزوه لحد ما بيشدهم ويخرجهم من المكان اللي هم فيه. ولما بيتحرروا بيتفاجئوا هما الاتنين إن فعلا كل حاجة حواليهم بدأت تتدمر، وإن جاي عنده حق فعلا في اللي بيقوله. وعلشان كده بيمسك كل أفراد عيلته وبيبدأ يحدف فيهم الناحية التانية بمنتهى القوة، ومش بيتبقى حد غيره لأن مش بيكون في حد يساعده. ولكنه هنا والأول مرة بيفكر، وبتيجي في باله إنه يعمل مركب. ومش بس كده، ده بيكون عايز ياخد عليها كل الحيوانات والطيور اللي هيلاقيهم في سكته للناحية التانية عشان ما يموتوش. وبنتفاجئ إن لما جروج بيدخل الكهف بيكون ضلمة جدا، ولكنه بينجح في إنه يشعل نار لأول مرة. وأثناء ما جروج بيلم الحيوانات الموجودين بيلاقي في أسد عملاق، وبيكون مرعوب منه. ولكنه بيلاحظ إن الأسد بيقرب منه وبيفضل يشمه ومش بيكون عايز يأذيه. فبيقرر جروج إنه ياخد الأسد معاه وما يسيبوش هنا. ومش هو وبس، ده بيفضل يلف في المكان كله، والحيوان اللي بيلاقيه قدامه بياخده.
وبعد ما بيجمع أكبر قدر ممكن من الحيوانات بيلاقي إن هو ده الوقت المناسب إنه يطير، وبتكون خطته إنه يجيب ناب من حيوان عملاق قدامه ويفضل يعمل أصوات عالية علشان يلم الطيور حواليه. وفعلا بيقدر إنه يجمعهم حواليه، وبيجري على الأسد بتاعه وبينطلق بيه تجاه الهيكل العظمي بتاع الحيوان ده، وفي إيده الناب اللي بيكون مولع علشان يخلي الطيور تمشي وراه. وبترفع الطيور الهيكل اللي بيكون جروج جواه، وبيفضلوا طايرين بيه لحد الناحية التانية، وبيقدروا باستخدام ذكائه إنه ينقذ نفسه. وهنا بتتفاجئ العيلة وجاي باللي جروج عمله، وبتحضنه بنته إيب لأنها كانت خايفة عليه جدا. ومن هنا بيعتبر جروج جاي فرد في عيلتهم، وبيشوفوا كلهم الجانب الآخر من العالم واللي بيكون شكله حلو جدا. بعد ما عيلة كروتز بتكون وصلت لبر الأمان بعيد عن نهاية العالم اللي كانوا بيتكلموا عنها، مش بتنتهي المخاطر اللي كانت بتواجههم، وبيتفاجئوا إنها كانت لسه بتبدأ. وبيبدأ الجزء التاني، واللي بالمناسبة لو عايزين تشوفوا الجزء الأول منه هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن. بيبدأ الجزء التاني مع جاي اللي بيكون بيفتكر ذكرياته مع عيلته اللي ماتت بسبب المستنقع اللزجي اللي كان موجود فيه هو وجروج، ولكنه قدر يخرج منه بذكائه. وبيفتكر جاي إن كان حلمه وهدف عيلته إنهم يوصلوا للغد المشرق، ولكنه مش بيكون عارف ده عبارة عن إيه. وبننتقل لعيلة كروتز اللي بيكونوا راكبين على ظهر النمر وماشيين بعد ما راحوا للمكان الآمن، ولكنهم بيكونوا بيدوروا على أي حاجة ممكن ياكلوها، وبالذات ثانك اللي بيكون جعان جدا. وبيفضلوا يتخانقوا وهم على ظهر النمر لحد ما بتظهر مجموعة حيوانات متوحشة وبتفضل تجري وراهم، ولكنهم بيقدروا يهربوا منهم وبيوصلوا لمكان غريب أول مرة يروحوه، ولكنه بيكون شكله آمن وخالي من أي مظاهر للحياة. وبيشوف جروج إن طالما مفيش أي حيوانات هجمتهم لحد دلوقتي يبقى المكان ده أمان وهو اللي يقدروا يناموا فيه. وبيلاحظ جروج علاقة إيب وجاي اللي بتتطور يوم عن اللي قبله، وبيكون ده مضايقه جدا. ولما بيقوم يضربهم هما الاتنين بتوقفوا مراته وبتقوله إنهم بيحبوا بعض فعلا وبلاش يضايقهم بأفعاله. وبيجي وقت النوم وبتكون العيلة كلها نايمة فوق بعض علشان يأمنوا بعض، ولكن جاي وإيب بيفضلوا صاحيين وبيحلموا هما الاتنين بحياتهم الجاية واللي هيكون فيها مصطلح الخصوصية، واللي إيب أول مرة تسمع عنه. وبيعرفها جاي إن ده معناه إن كل واحد في العيلة دي هيكون ليه حياته الخاصة، وهم هيكون ليهم حياتهم الخاصة. وقبل ما يطلع الصبح بتصحى العيلة على صوت حاجة جاية من الزرع، وبيستعدوا كلهم للهجوم عليها، ولكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا إن جروج هو اللي خارج، وبيطلب منهم يجوا وراه لأن في حاجة مهمة جدا لازم يشوفوها. وبتفضل العيلة ماشية وراه لحد ما بيتفاجئوا بسور عالي جدا وبيكون فيه فتحات مشعة، وبتكون العيلة فاكرة إن هي دي نهاية العالم وإنهم ما هربوش منها. ولكن جروج هنا بيفاجئهم لما بيحطم السور ده، وبيتصدموا بمكان مشمس، وبيكون هو ده الغد المشرق اللي جاي كان بيتكلم عنه. وبيكون المكان شكله جميل جدا ومليان أكل من اللي كانوا عايزينه ومناظر طبيعية. وهنا طبعا بيفضل جروج يفتخر بنفسه قدامهم لأن هو اللي لقي المكان ده مش هما، ولكنهم مش بيلتفتوا لكلامه وبيجروا في المكان ده علشان ياكلوا ويلعبوا. ولكن جروج عينه بتكون على حاجة تانية بيحاول إنه يوصل لها، ولكن الغريبة إنهم لما بيوصلوا بيقعوا في فخ، وبيتفاجئوا إن اللي عمل الفخ ده هو إنسان زيهم. وبنشوف واحد ومراته وبيكونوا مستغربين الكروتز جدا لحد ما بيتأكدوا إنهم بني آدمين زيهم. والمفاجأة الأكبر إن العيلة دي طلعت تعرف جاي، وإنها كمان كانوا أصدقاء لعيلة جاي، وبيكون اسم العيلة باترمان. وبتاخد عيلة الكروتز وبيدخلوا بيهم للبيت اللي بيكونوا بانيينه واللي بيكون شكله جميل جدا. وهنا بتظهر بنتهم دون اللي كانت مستخبية لأنهم كانوا فاكرين إنهم في خطر. وأول ما دون بتشوف جاي وجاي بيشوفها بيحضنوا بعض وهم فرحانين جدا لأنهم يعرفوا بعض من زمان. وبتكون إيب واقفة بتتفرج على اللي بيحصل ومتضايقة جدا وغيرانة على حبيبها جاي. وأثناء ما هم ماشيين بيشوف جروج موز وبيكون عايز ياكل منه، ولكن فيل رب عيلة باترمان بيمنعه وبيقوله إن في قانون مهم جدا لازم يتبعه طالما وصل لهنا، وهو إنه ما ياكلش من الموز ده مهما حصل. فبيبصله جروج وهو متضايق ومش فاهم السبب،
وبيفهموا عيلة باترمان الكرودز إن كل واحد هنا بينام لوحده، وطبعاً بيكون كله فرحان بده إلا جروج اللي بتكون دي أول مرة ينام من غير عيلته، وبيكون مش عارف ينام خالص. وفي الوقت ده بنشوف عيلة باترمان وهم بيتكلموا عن فرحتهم إنهم لقوا جاي علشان يرتبط ببنتهم، وبيفكروا في طريقة يبعدوه عن إيب. وتاني يوم بتكون عيلة الكرودز بتدلع نفسها في المكان الجديد ده، وفي الوقت ده بتتكلم دون مع إيب عن إنها عمرها ما خرجت ولا شافت العالم اللي بره قبل كده. فهنا بتبصلها وبتسألها إذا كانت تحب تشوفه، وفعلا بتاخدها إيب وبتخرج بيها على ظهر النمر بتاعهم، وبتخليه ينط من فوق السور بتاعهم وبيمشي. وأثناء ما جروج واقف مع ابنه على البحر بيجي من وراه فيل وبيقترح عليه إنه يفرجوا على المكان، فبيروح معاه جروج. وبنعرف إن فيل شخصية نرجسية وبيحب يتكلم عن نفسه جدا، وبيفضل يقول لجروج إنه ذكي جدا لأنه قدر يعمل مكان آمن زي ده لعيلته. وبيبان على جروج إنه اتخنق من كتر ما هو بيتكلم عن نفسه، وبيشوف موز للمرة التانية وبيكون عايز ياكل منه، ولكن فيل بيضربه على إيده وبيفكره بالقانون اللي قاله عليه. فهنا بيستغرب جروج وبيسأله عن السبب مع إن كمية الموز كبيرة ومش هيحصل حاجة لو كل منه. فهنا بيغير فيل الموضوع وبيفتح مدخل لمكان غريب، وبيكون فيل عامل مكان سري بيكون عبارة عن ساونا. لما بيسأله جروج ليه مخبي المكان ده عن عيلته بيقوله فيل إنه مكان رجالي بس. وبعد ما بيرجع لمراته وهو لابس شبه فيل بيلاقيها متعصبة جدا وبتقوله إنها عرفت إن العيلة دي مش حابة وجودهم وعايزاهم يمشوا، وكمان عايزين ياخدوا جاي منهم بعد ما بقى فرد من العيلة. فهنا بيفتكر جروج طريقة تعامل فيل معاه وبيعرف إنه فعلا كان بيضحك عليه. ولما بتقوله مراته إنهم لازم يمشوا من هنا بيبص للموز وبيقول لها إنهم هيمشوا، ولكنهم الأول لازم يعملوا حاجة كان نفسه فيها من زمان. والناحية التانية بيشوف جاي ودون وهم راجعين من برا، وبيكون متضايق إن إيب خرجتها معاها، وبيتعصب أكتر لما بيلاقي إيد دون متصابة ولكنها بتفهمه إنها مجرد قرصة نحلة. ولكن بيفضل جاي متضايق وبيقول لإيب إن دون حساسة مش زيها، وبياخدها ويمشي. وبيسيب إيب وهي متضايقة جدا بعد الكلام اللي قاله عنها، وبتطلع وراه على بيت العيلة وبيكونوا كلهم متجمعين. وبيحاول فيل إنه يوقع الكرودز ببعض لما بيقول قدامهم إنه جروج اقترح عليهم إنهم يمشوا ولكنه طلب منه ياخد جاي. فهنا الكل بيبص لجروج اللي بيكون حاسس إنه في ورطة، ولكنه بيعترف وبيقول لهم إن دي أصلا فكرة فيل. وكمان بيفضح فيل وبيقول قدام مراته دون عن الساونا السرية. ولما بتحاول دون تهديهم بيشوفوا إصابة إيدها، وبتقوم الخناقة هنا بين العيلتين. وبيطلب جروج من جاي إنه يجهز نفسه علشان يمشوا، ولكن جاي بيكون متعصب ومستغرب من موقف جروج المتناقض. ولكن جروج بيقوله إنه فعلا كان متضايق منه لأنه بيحاول يبعد بنته عنه وعايز ياخدها، ولكنه عمره ما فكر يتخلى عنها. وهنا إيب هي كمان بتتكلم وبتقوله إنها مش حابة المكان هنا. ولما بيقولها جاي إن هو ده الغد المشرق اللي أهله كانوا عايزين يوصلوا ليه بتقوله إيب إنه هيفضل موجود في الغد ده ولكن لوحده، وبتسيبه وبتمشي. ولكن بيفاجئ جروج فيل بقشرة موز، ولما بيسأله إذا كان أكل منه بيقوله إنه أكله كله. فبيقوم فيل وهو زي المجنون وبيروح على الموز وهو بيعيط وبيقوله إنه كده دمر آخر وسيلة كانت بتعيشه في أمان هو وعيلته. وبيكون جاي وجروج واقفين وراه ومستغربين إزاي شوية موز كانوا بيعملوا كل اللي هو بيقوله ده. ولكن فيل بيفهمهم إن في وحش بيجي كل أول يوم في الشهر عشان ياخد الموز اللي موجود هنا، ولكنه دلوقتي هيجي ومش هيلاقي حاجة ياخدها وهيضطر ياخدهم هما. وفعلا بعد شوية بيسمعوا صوت حاجة جاية عليهم، وفعلا بيتهد السور وبيظهر الوحش اللي أول ما جاي وجروج بيشوفوه بيموتوا من الضحك لأنه بيكون عبارة عن قرد. وبيفضلوا يتكلموا لحد ما شكل القرد بيتغير، وفجأة بتظهر وراه مئات القرود اللي بتهاجمهم وبتخطفهم هما التلاتة. وتاني يوم الصبح بتكون العيلتين مستغربين من غيابهم وبيفضلوا يدوروا عليهم لحد ما بيوصلوا الجسر بيكون عليه مجموعة من أسماك القرش. وبعد خناق بين العيلتين بيقعوا كلهم في المية، وفي نفس الوقت بتوصل القرود لمقرها وبيحكوا لزعيمهم اللي حصل. وهنا بنعرف إن زمان كانت القرود بتعيش في المكان اللي كان فيل عايش فيه، وكان المكان فيه كمية موز كبيرة جدا، ولكن كان فيه وحش ضخم
كان دايما بيجي وياخد نصيبه من الموز ده ويسيبهم في أمان. وبيجي وقت والموز بيختفي، ولما بيجي الوحش ده علشان ياخد نصيبه من الموز مش بيلاقيه، وبياخد مكانه مجموعة من القرود علشان ياكلها. وبنكتشف إن فيل هو السبب في جفاف أرضهم وعدم وجود الموز بنفس الكميات اللي كانت بتبقى موجودة، وبتاخدهم القرود وبتحبسهم، وباقي العيلة بتدخل كهف بيكون فيه كائنات مفترسة وبيهاجموهم، ولكنهم بيفهموا إن الكائنات كانت بس خايفة على ابنهم، ولما بيعرفوا إنهم مش في خطر بيكونوا أصحاب، وبتركب العيلة على ظهرهم وبيتحركوا بيهم. وفي مملكة القرود بيحاول فيل إنه يخرج من السجن وبيولع نار علشان يهدد بيها القرود، ولكن القرود بتكون أذكياء وبيتعلموا منه إزاي يعملوا النار، وبدل ما يخافوا خطرتهم بتزيد. وبعدها بتحط القرود التلاتة في قشر موز للوحش علشان لما يطلع ياخدهم على إنهم الموز. وفعلا بيظهر الوحش وبيكون عبارة عن قرد عملاق جدا، وكان خلاص على وشك إنه ياكلهم، ولكن في آخر لحظة العيلة بتظهر وبيقدروا إنهم ينقذوهم، ولكن فيل وجروج بيقعوا وبتتكسر رجل فيل، ولكن جروج بيرفض إنه يسيبه وبينقذه، وبيروح جاي لإيب علشان يساعدها، وبيطلعوا هما الاتنين فوق جمجمة عملاقة بتكون موجودة في مكان عالي. ولما بيحس جاي إنهم على وشك إنهم يموتوا بيعترف بحبه لإيب، وبيقول لها إن الغد المشرق مش مكان، ده أي مكان هيكونوا فيه سوا. وبيفكر جاي هو وإيب في فكرة جهنمية، وبيولعوا في الشباك اللي بتكون ماسكة الجمجمة لحد ما بيتقطع الشباك ده، وبتقع الجمجمة على راس الوحش وبتقضي عليه، ولكن بيقدر الوحش إنه يحرك إيده مرة تانية وبيخطف إيب، ولكن العيلة كلها بتساعد بعضها لحد ما بيقدروا ينقذوا إيب من إيده، وبيقع في حفرة عميقة جدا. وهنا العيلة كلها بترجع وبتعيش مع بعض، وكمان بياخدوا القرود اللي ملهاش أي ذنب علشان تعيش معاهم في عالم بيكون مليان سعادة وحب بين العيلتين.